اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هعمل لكم الطحينة الأصلي الخام بأقل التكاليف وأبسط المكونات. خليكم معايا واحدة واحدة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. أول حاجة من ربع كيلو سمسم عملت كيلو إلا ربع طحينة خام. جبت 8 كيلو سمسم محمص و8 كيلو سمسم أبيض ومعلقتين سوداني. هبدأ ان انا اشوحهم على النار، مجرد ان انا هطلع منهم الرطوبة بس. شوحتهم على النار وافضل اقلب فيهم، مش هسيبهم طبعا لحد ما يسخنوا معايا، وابدأ اشم ريحة السمسم الجميلة. هفضل اقلب فيه كده علشان خاطر ما ينفعش اسيبه لان ممكن يتحرق مني. واحدة واحدة كده بطريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة. هنبدأ ان احنا نسخن فيه، خطوات سهلة وبسيطة وان شاء الله هنعملها كلنا مع بعض، مش محتاجة اي حاجة. تاني حاجة جبت كوباية الدقيق، كوباية واحدة دقيق، وهبدأ ان انا برضو اشوحها كده على النار. هطلع الرطوبة منها عشان تديني نتيجة كويسة للطحينة بتاعتي. هفضل برضو اقلب في الدقيق علشان ما ينفعش اسيبه على النار عشان ما يتحرقش مني. مش بياخد وقت كتير، هو حوالي 5 دقايق على النار كده وبيبقى سخن معايا وكويس. بعدين هروح للخطوة اللي بعد. هنا عملت السمسم وعملت الدقيق. تاني خطوة هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا، المطحنة اللي هي بتاعة البهارات. هحط كمية كده حوالي نص العلبة من السمسم، مش هكتر لان هو بيبقى تقيل على الخلاط. هبدأ بقى اطحنهم كده واحدة واحدة. شغل الخلاط واحدة واحدة كده وافصلي علشان ما يتقلش عليه السمسم، لان كل ما بيطحن بيتقل وبيبقى عامل زي العجينة. هنا فكيت المطحنة وبدأت ان انا اقلبها واخبط فيها علشان كله ينزل كده مع بعضه. هفضل هطحن فيه لحد ما يديني نفس قوام العجين بالظبط. واحدة واحدة كده على الخلاط هشغل وهفصل لحد ما يديني القوام المظبوط. هنا بنزل كده بالسباتشولا او المعلقة السمسم عشان يطحن اكتر. ما تستعجليش عليه في الخطوة دي، لازم يوصل لحد النتيجة اللي بقولك عليها عشان تبقى الطحينة ناجحة معاكي. هفضل اشغل فيه لحد ما يطحن كويس وينعم كويس جدا. وهنا هوريكي الخطوة اللي انا بقولك عليها. وصل معايا السمسم ان هو فعلا بقى عجينة طرية وناعمة جدا ومطحون كويس بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه بالظبط. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة، ولازم توصلي للخطوة دي عشان الطحينة تبقى ناجحة معاكي. وهرجع لكم تاني. وهنا جينا لباقي مكونات الطحينة. نص كوباية زيت، كوباية الدقيق. هضيف الاول ربع كوباية الزيت في الخلاط وهبدأ اطحنها كويس كده لحد ما تديني اللون ده. انا بعمل الخطوة دي ليه؟ عشان خاطر الزيت ما يفصلش عن الطحينة. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدر انزل لكم كل حاجة جديدة ومفيدة لكم. هضيف السمسم اللي احنا طحناه مع بعض على الزيت. هنزل كل الكمية وهبدأ اضربهم مع بعض عشان يتخلطوا مع بعض كويس جدا. هنا هضيف باقي كمية الزيت بتاعتي اللي هي عبارة عن نص كوباية زيت.
وهضرب تاني كل الخليط مع بعضه. بعد كده هضيف الدقيق حبة حبة، مش هينفع انزل بكل الكمية مرة واحدة عشان خاطر ما يتقلش على الخلاط. لو حسيت ان هو عايز زيت تاني ممكن اضيف، لقيتها مظبوطة خلاص. هضرب كده في الخلاط كل الخليط واحدة واحدة، وهنزل بالدقيق حبة حبة. هنزل بكمية تاني كده من الدقيق، وهضرب تاني كل الخليط مع بعض. هنا هشوف الخليط بتاعي محتاج دقيق تاني ولا لا. لو لقيته خفيف هزود له باقي الكمية. حسيت ان هو مظبوط خلاص، بس انا لقيته خفيف فقلت ازود له باقي كمية الدقيق، وهطحنه تاني وهضربه تاني كل الخليط مع بعض. هنا هشوف الخليط بتاعي بقى مظبوط، مش محتاج اي حاجة كمان. هنا انا حطيت لكم على الميزان عشان خاطر اوريكم ان انا عملت 1.4 كيلو فعلا طحينة. نزلت كل الكمية من الخلاط وهوريكم على الميزان التوفير بجد. من 1/4 كيلو سمسم عملت 740 جرام، يعني حوالي 1.4 كيلو. وطحينة جميلة وخام وحاجة مضمونة، انا بعملها بايدي. لو حبيتي دلوقتي تشتري الطحينة طبعا شوفي الكيلو وصل كام، فانا وفرتلك من 1/4 كيلو عملت 1.4 كيلو. هنا البطرمانات بتاعتي دي انا غسلاها كويس ومنشفاها. عندي 2 بطرمان مقاس 1/4 كيلو، والبطرمان الكبير اكبر منهم شوية. وهنا ضفت كل الطحينة بتاعتي في قلب البطرمانات. طحينة جميلة خام، ريحتها جميلة قوي وطعمها اجمل، وان شاء الله هتعجبكم كلكم. وهستنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدر انزل لكم كل حاجة جديدة ومفيدة لكم. وطبعا ما فيش احسن من كده توفير. واتمنى الحلقة تكون عجبتكم وسهلة وبسيطة. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن أحسنا فتقبل منا، وإن أسأنا فتجاوز عنا، وإن نسينا فذكرنا، وإن أعرضنا فأرسل لنا من أحبابك من بلطف يأخذ بأيدينا.